مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه. المره دي هعمل لكم حلقه مختلفه جدا، يمكن دي محدش اتكلم عنها كتير. انا هجيب لكم المره دي المصارعين وهم ظهروا على شاشات الدبليو دبليو اي من قبل ما يتشهروا والجمهور يعرفهم، وكان شكلهم عامل ازاي. والحلقه دي هتعجبكم ان شاء الله. وقبل ما ابدا ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. واول مصارع هنتكلم عنه وهو البيست ان ذا وورلد سي ام بانك. طبعا سي ام بانك معروف بشهرته الواسعه جدا اللي حققها في عالم المصارعه، وان ازاي اسمه لوحده بس قادر يملي قاعات كامله من الجمهور والمعجبين. وهو فعلا سي ام بانك بطل اسطوري. بس هل يا ترى كان حد يعرف ان الشخص اللي بيظهر ده ومش معروف انه هيبقى في يوم من الايام واحد من افضل المصارعين في العالم اللي دخلوا تاريخ الدبليو دبليو اي؟ سي ام بانك ظهر على شاشات الدبليو دبليو اي اكتر من مره. ظهر مره سي ام بانك في كواليس الدبليو دبليو اي في عرض سماك داون 2003، وكان ظهوره على انه واحد من موظفين الدبليو دبليو اي، وظهر عادي على انه بيسلم على بروك ليسنر. وظهر مرة تانية في 2005 على انه مصارع جوبر من المصارعين اللي هما بيطلعوا يتضربوا دول عشان يظهروا مصارع تاني. يعني حتى كمان المذيعة قدمته ساعتها باسم سي ام بانك. وكان في برضه ظهور لسي ام بانك في عرض راس المنيا 22 اللي كان ساعتها معمول في بلده شيكاغو، ودخل ضمن الناس بتوع الانترس لدخل جون سينا، وكان ساعتها ظاهر على الشاشة بشكل واضح جدا. بس مين كان يعرف ان سي ام بانك ده او الشخص اللي ظهر قدامهم ده هيبقى في يوم من الايام واحد من اهم المصارعين اللي دخلوا المجال كله واثر في عالم المصارعه، وبقى حاليا البيست ان ذا وورلد سي ام بانك. ونروح للمصارع التاني اللي هنتكلم عنه وهو ال اي نايت. ظهر ال اي نايت على شاشات الدبليو دبليو اي لمرتين. ظهر مره كفرد امن عشان يحوش سي ام بانك، ودي كانت في العداوه اللي كانت بين سي ام بانك وكيفن ناش في 2011. واللي ما خدش باله دلوقتي انا هعمل له زوم اهو علشان يشوف ال اي نايت. وفي نفس السنة برضو ال اي نايت يظهر وسط الجمهور في ماتش كان بين شيماس ومارك هنري في عرض سمر اسلام 2011. بعد ما شيماس ومارك هنري دخلوا في الحاجز بتاع الجمهور ظهر ال اي نايت بشكل واضح على الشاشة. فمين كان يعرف انه مصارع زي ده هيجي يوما ما ويبقى مشهور، واحد من المصارعين الاساسيين في الدبليو دبليو اي حاليا. المصارع تاني اللي برضه اللي ظهر على الشاشات بس ظهر وهو طفل وهو الامريكان نايت مير كودي رودز. مش محتاج اتكلم عن كودي رودز كتير، كفايه ان هو واجهه الشركه الحالي. كودي رودز ظهر مع ابوه في عرض دبليو سي دبليو سلامبوري كجزء من عيله داستي رودز في حفله الهولي فيم ساعتها، واللي ابوه سلمه الجايزه كنوع ان هو بيفرحه كده يعني. وده كان ساعتها اول ظهور لكودي رودز على الشاشات. اما التانيين اللي ظهروا كاطفال بس مش اطفال قوي يعني، تحسهم برضه شمامين، وهم جيمي وجي اوسو، وظهروا لاول مره على شاشات الدبليو دبليو اي، وده كان مع ابوهم راكيشي، وكانوا جزء من حلقه الدبليو دبليو اي كونفيدنشال، وده كان في سنه 2002. فده من 2002، فيعني ابوهم مربيهم من الاول فعلا على الرقص والييت والتيت والشريط فعلا. ما صحيح، ما دول ولاد راكيشي، هتستنى منهم ايه يعني؟ اتنين مصارعين كمان ظهروا كفرد امن وطلعوا علشان يتضربوا، وهم شيماس وويد باريت. ظهروا في عرض من عروض دبليو دبليو اي اللي كان معمول في انجلترا، وده كان في 2006، وظهروا في فقره فريق الدي اكس علشان يتضربوا. وزي ما انتم شايفين ويد باريت اللي على الشمال وشيماس اللي على اليمين. وعندكم برضو كمان سيزارو ظهر كفرد امن او من الحراس اللي موجودين في الدبليو دبليو اي في فقره لفريق الدي اكس اللي كانت بين شون مايكلز وتريبل اتش، والكلام ده كان في 2006 برضو. وهو كمان اي سي 3 اللي يعرفه اهو ظهر كمان جنب سيزارو. اخر حد بقى هتكلم عنه في الحلقه دي وهو المصارع ام جي اف. طبعا المصارع ده موجود في الاي اي دبليو، بس اللي ما يعرفش ان هو كان ظهر اصلا في الدبليو دبليو اي مع دخلة سموه جو في عرض انكس تي تيك اوفر بروكلين 2016. ظهر ام جي اف كفرد امن، وسموه جو حتى كمان خبط ام جي اف وهو داخل للحلبه، واللقطه دي الصراحه كمان كانت مشهوره جدا وجابوا سيرتها في الاي اي دبليو. وحاليا ام جي اف بقى واحد من اهم المصارعين ومن الاعمده الرئيسيه لاتحاد الاي اي دبليو. هنا اكون خلصت معاكم الحلقه دي، وان شاء الله تعجبكم، وعايزكم تكتبوا لي تحت في التعليقات ان الحلقه دي لو عجبتكم اعمل لكم ليها جزء تاني وتالت كمان. وهنا اكون خلصت، اشوفكم الحلقه اللي جايه، سلام.